إلى أهلنا في محافظة ديالى الكرام، بعد التحية حسب توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم المبلغ إلى السيد قائد شرطة محافظة ديالى المحترم، في حالة فوز الفريق العراقي لكرة القدم اليوم إن شاء الله في خليجي 25، نهيب بأهلنا الكرام على أن تكون الاحتفالات بطريقة حضارية تعكس الصورة الحقيقية لأبناء محافظة ديالى، وعدم رمي العيارات النارية وكذلك الألعاب النارية التي قد تسبب ضحايا وإصابات لا سامح الله بين المواطنين، وهي ليست طريقة حضارية الاحتفال بالفوز، حيث أصدر السيد معالي وزير الداخلية تعليمات بتوقيف كل من يقوم بإطلاقات العيارات النارية والعبث بها من المواطنين، وعدم إكمال الفرحة بفوز المنتخب إن شاء الله. لذلك نهيب بكافة أبناء محافظتنا الأعزاء بتوعية أبنائهم وتطبيق القانون لسلامة الجميع. حفظ الله أبناء ديالى ودامت أيامكم فرحا وبهجة وسرور، وعاش العراق حرا مزدهرا يرفل بالأمن والأمان. إلى أهلنا في محافظة ديالى الكرام، بعد التحية حسب توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم المبلغ إلى السيد قائد شرطة محافظة ديالى المحترم، في حالة فوز الفريق العراقي لكرة القدم اليوم إن شاء الله في خليجي 25، نهيب بأهلنا الكرام على أن تكون الاحتفالات بطريقة حضارية تعكس الصورة الحقيقية لأبناء محافظة ديالى، وعدم رمي العيارات النارية وكذلك الألعاب النارية التي قد تسبب ضحايا وإصابات لا سامح الله بين المواطنين، وهي ليست طريقة حضارية الاحتفال بالفوز، حيث أصدر السيد معالي وزير الداخلية تعليمات بتوقيف كل من يقوم بإطلاقات العيارات النارية والعبث بها من المواطنين، وعدم إكمال الفرحة بفوز المنتخب إن شاء الله. لذلك نهيب بكافة أبناء محافظتنا الأعزاء بتوعية أبنائهم وتطبيق القانون لسلامة الجميع. حفظ الله أبناء ديالى ودامت أيامكم فرحا وبهجة وسرور، وعاش العراق حرا مزدهرا يرفل بالأمن والأمان.